يا ترى ليه لما بننتظم على التمرين والدايت علشان نخس ونبص على النتيجة بنلاقي ان احنا خسينا من كل حتة في جسمنا ما عدا البطن؟ اللي احنا مش عارفينه ان الجسم ليه ترتيب في حرق الدهون. يعني ايه؟ يعني ان جسمك لما يبتدي يحرق دهون بيبتدي يحرق من الوش وبعدين بيخش على الدراعات وبعدين الجزء العلوي من الظهر وبعديها الرجلين واخر حاجة اللي هي منطقة البطن. وللأسف لو جسمك ابتدى يملى دهون تاني أول حاجة بتبتدي تملى دهون هي منطقة البطن. شفتوا الهم اللي احنا فيه؟ في 4 حاجات هما اللي بلجأ لهم عشان احل المشكله دي. اول حل هو انك تبتدي تعمل عجز في سعراتك الحراريه. يعني ببساطه تشوف جسمك بيحرق ايه يوميا، فلو مثلا بيحرق 2500 سعره فانت محتاج تقلل من 500 ل 600 سعره حراريه عشان تبتدي تخس. وبلاش تتكل على نفسك وتقلل سعرات حراريه عاليه مره واحده علشان وقتها ده هيتعب جسمك، وبالعكس ده هيقلل معدل الحرق وهتلاقي نفسك ما بتخسش. تاني حاجه هو التمرين. لو انت عملت عجز سعرات حراريه من غير تمرين انت فعلا هتخس، بس هتخس دهون وعضلات، وكل ما العضلات قلت في الجسم كل ما معدل الحرق قل. انما لو اتمرنت وانت بتعمل عجز سعرات حراريه ده هيخلي ان الكتله العضليه بتاعتك يا اما تفضل ثابته يا اما تعلى، وكل ما هي علت كل ما معدل الحرق بتاعك هيعلى وهتلاقي نتيجه اسرع. تالت حاجة ان احنا ندخل تمارين الكارديو بس بطريقة هادية في تمريننا، ده هيخلينا يبقى فيه استمرارية اعلى ومعدل الحرق انه يعلى. انما لو جرينا بسرعة ده هيخلينا ان احنا نتعب بسرعه وما نقدرش نكمله، وده معناه ان كده مفيش استمراريه في تمرين الكارديو، فمعدل الحرق مش هيتحسن. ولو حسيت ان شكل جسمك او وزنك ما بيتحركش ما تعسفهاش على نفسك. يعني لو انت عامل عجز سعرات حراريه من 500 ل 600 ممكن تزود 100 او 200 زياده، ده هيساعد ان انت ما تثبتش في وزنك وتقدر تعلي معدل الحرق. والكارديو حاول تزوده او حركتك اليوميه، لو بتمشي من 5000 خطوه حاول تزود 1000 او 1500، كل ده هيساعد ان وزنك ما يثبتش. اشتغلوا على ال4 حاجات دول وهتلاقوا دهون البطن بدات تنزل، وده اللي انا هعمله دلوقتي عشان انا كنت مريح وعلى طول لما بخس بعمل نفس الحاجات دي.